اهلا بيكم. هو انا مناسب اعمل العمليه عشان نوصل لنجاح؟ احنا اتفقنا اهم من الشغل ضبط الشغل، ده مثل شائع. طب في الطب بقى ده كلام مهم بقى جدا. رقم واحد، انا فت للعمليه ولا لا؟ يعني ايه فت؟ يعني انا مبدئيا انا عندي شكوى ورحت بيها للدكتور. تعالوا ندي مثال بسيط. عمليه النهارده لشابه عندها 25 سنه وواحده عندها 50 سنه وواحده عندها 60 سنه، يفرق التحضير؟ طب يفرق الراجل عن الست؟ رقم واحد، لازم اقابل الدكتور بتاعي اولا. اتنين، التاريخ المرضي بتاعي، اي عمليه عملتها قبل كده، اي حساسيه من اي دواء، ما ينفعش تخبي على الدكتور، ما ينفعش الحاجات اللي بنتفاجئ بيها دي دلوقتي. الحقيقه المريض بيزورنا في العياده يقول كلام، وعند باب العمليات بيقول لي كلام تاني خالص. اكاد اجزم ان احنا السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول كميه المرضى اللي ما بيقولوش التاريخ المرضي الصحيح بتاعهم بتمثل نسبه. زمان كنا نحكي مثلا عن حاله جات لي، حالتين جات لي، انما في الاخر النهارده لا، بقت نسبه كبيره. عشان كده احنا بنعيد وناكد تاني على التاريخ المرضي. يعني ايه التاريخ المرضي؟ اي عمليه، اي دواء باخده، اي حساسيه من اي دواء، بدخن ولا لا، باخد اي علاجات مصاحبه ليها ولا لا، عندي تاريخ مرضي في العيله لاي مرض ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، في تحاليل. التحاليل دي بتفرق حسب المرحله العمريه، والتاريخ بتاع التحاليل دي بيبقى صالح تقريبا لمده من 4 ل6 اسابيع. بعد كده لازم اعمل تحاليل تاني. رقم ثلاثة، وده اللي مهم، استشاري التخدير لازم يبص معانا كويس قوي على التحاليل والتاريخ المرضي. انت هتلاقينا عشان كده المريض دايما يجي يسالنا، انا زهقت من كثره السؤال ده، انت عملت ايه عمليات قبل كده او بتاخد ادويه ايه اكتر من كده؟ دايما بنسال السؤال ده، دايما بنعيده. تلاقينا دايما ايه، وائل بيساله، الفريق المساعدين بيسالوه، دكتور التخدير بيساله، مساعدين التخدير بيسالوه. لازم كل شويه نقعد نعيد وناكد تاني ان المريض بتاعنا ما بياخدش حاجه، لازم نبقى عارفين ده. طيب لو انا باخد دواء او بدخن او عامل اي عمليه قبل كده، ده بيمنعني من العمليه خالص. اسهل طريق، اقصر طريق. حضرتك قول القصه بتاعتنا ماشيه ازاي، هتلاقي نتيجتنا اكتر من مرضيه. يليها بقى التحضير، بعد ما تحاليلنا ان شاء الله بتطلع مظبوطه تماما، بنحدد مع بعض اليوم اللي احنا فيه في المستشفى. يليها بقى التخدير بتاعنا بيبقى كلي او موضعي او نصفي، حسب الاجراء اللي احنا هنعمله وحسب المريض بتاعنا هيستحمل ايه، وشطاره فريق التخدير. فريق التخدير اللي موجود معانا من اشطر فرق التخدير اللي موجوده تقريبا في الوطن العربي، هم بيطلبوا بالاسم في الحالات الحقيقه. وات، خلينا نبقى متفقين ان احنا اجراء الامن اهم بكتير من اي حاجه تانية. يعني ايه الاجراء الامن؟ يعني رقم واحد، تحاليلنا مظبوطه، شوف بنعيد وناكد تاني كم مره، التاريخ المرضي بتاعي يكون مظبوط، البنج بتاعي والتعقيم يبقى مظبوط، هنوصل شهور لنتيجه كويسه. لان مفيش حاجه اسمها النهارده هخش اعمل عمليه وتحاليلي مش موجوده، هبعت لكم التحاليل وما تتبعتش، ده مفيش حاجه اسمها كده. يا ببات ليله قبلها او قبلها مثلا بساعتين، بنعيد بعض التحاليل تاني. طيب في بعض الادويه بنبدا نديها قبل العمليات، زي المضادات الحيويه، زي شويه محاليل، بتفرق معانا كتير فتره النقاهه. التحضير الكويس كاني داخل امتحان صعب. الامتحان الصعب ايه؟ انا بذاكر له كويس، بوصل نتيجه كويس، لكن هعديه. اي حد النهارده عامل ان شاء الله قلب مفتوح قبل كده، عامل نقل اعضاء، مش مهم خالص بالنسبه لنا، مهم نعرف الادويه اللي بياخدها، عشان الادويه اللي بنديها له او الاجراء اللي هنعمله يطلع بنتيجه كويسه. لسه قريب عندنا في العياده مثلا مريض او مريضه جايه لنا، مريضه جت قالت لي يا وائل انا عامله دعامتين في القلب قبل كده. الحقيقه كانت مخبيه، وعند باب العمليات قالت لنا المعلومه دي بهدوء شديد. احنا اجينا العمليه ساعه واحده، عدنا لها الموجات الصوتيه بتاعتها على القلب، عدنا لها تاني رسم القلب بتاعها، دكتور القلب بتاعها جه شافها مع دكتور التخدير، عملنا العمليه بنجاح تام. الحقيقه الحاله دي انا سالتها، حضرتك ليه ما قلتليش في التاريخ المرضي بتاعي لا انا ولا حد من المساعدين على الاجراء بتاعنا؟ لان احنا في الاخر القسطره او الدعامه بتخش من جرح مش موجود، بتخش من جرح صغير هنا او في الدراع مش موجود، بس لازم المريض عندنا يبقى عنده جزء من الامانه، عشان في الاخر انا وهو نبقى قايمين بالسلامه. فالمريضه قالت لي كلام غريب جدا، قالت لي انا خفت لما تعمل ليش العمليه. هو المعلومه دي مغلوطه، بالعكس حضرتك هتقولي التاريخ بتاعك، ومفيش حد النهارده ما يصلحش انه يعمل العمليه، بس ليه تحضير مختلف. لكن مفيش حد النهارده ايا كان المرض اللي عنده ايه ما ينفعش يعمل اجراء معين في التجميل. ممكن نقسم مثلا العمليه، بمعنى ان انا ممكن اعمل البطن بس المره دي، وبعدها ب3 شهور اعمل الصدر. اوكي، ده اكسبتد عشان حضرتك وعشاني نقوم ان شاء الله احنا كلنا بالسلامه. لان في الاخر احنا شركاء مش ضد بعض، احنا لازم نحس ان احنا في قارب واحد عايزين نوصل للنهايه، احنا مش ضد بعض. نصيحه بقى في الاخر، سرك مع دكتورك، تمام؟ سرك مع دكتورك. معاكم دكتور وائل يحيى، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.